هو ازاي المطور بيبني مشروع وفلوس العميل بتروح فين؟ لازم تبقى فاهم عشان تبيع بثقة. انت كوسيط عقاري بتبيع مشاريع لسه ما اتبنتش، بتاخد عميلك وتوريه ماكت، صور، خطة سداد، وتقول له استثمر. بس العميل بيسأل نفسه هو انا فلوسي بتروح فين؟ وازاي اضمن ان المشروع ده هيتبني فعلا؟ والمطور ده مين وجاي منين؟ اللي لازم تعمله كوسيط تبقى مش بس حافظ الاجابه، لازم تكون فاهم العمليه كلها من جوه، وكانك مهندس من بتوع الانشاءات اللي شغالين في المشروع. تعال نمشي خطوه بخطوه في رحله اي مشروع تحت الانشاء في الامارات. اول خطوه تسجيل المطور. اي مطور عشان يطرح مشروع جديد لازم يكون مرخص رسميا من ريرا وبيمتلك الارض، انه يكون معتمد لدى دايره الاراضي والاملاك اللي هي DLD. يعني مش اي حد يقدر يصحى الصبح ويقول انا والله هعمل مشروع. تاني خطوه فتح حساب الاسكرو اكاونت او فتح حساب الضمان. ده حساب بنكي بيكون مخصص للمشروع وبيكون تحت رقابه دايره الاراضي والاملاك بشكل مباشر، والفلوس اللي العميل بيدفعها مش بتدخل جيب المطور، بتدخل الحساب ده، والمطور ما يقدرش يلمس درهم واحد منها الا ما يحقق نسبه انجاز حقيقيه على ارض الواقع. يعني المطور لو قال لك استلم خلال سنتين، هو ما يقدرش يبني براحته، في تقارير هندسيه لازم تتقدم، وفي نسب انجاز لازم توصل، وفي جهه رقابيه بتراجع وتفتش على كل مرحله من دول، وكل مرحله بيتم صرف نسبه من الفلوس على قد الشغل اللي اتنفذ. طيب المشروع بيتامن ازاي؟ في تسجيل لكل وحده بشكل رسمي في نظام DLD او في دائره الاراضي والاملاك. العميل بيحصل على عقد موثق، رقم تصريح الاعلان لازم يكون مرفق، واي تاخير في التسليم بيساوي متابعه من ريرا وتحقيق من DLD. ولو المطور تعثر بتوقف المشروع او تسحبه وتسلمه لمطور اخر. انت بقى كوسيط دورك هنا ايه؟ دورك انك تبني ثقه مبنيه على وعي. يعني لما العميل يسالك هو انا فلوسي في امان، ما تقولوش ايوه ما تقلقش دي في امان. قول له فلوسك مش بتروح للمطور، دي بتروح لحساب الضمان تحت اشراف الدوله، ومفيش درهم بيخرج الا ما يكون المشروع بينجز فعليا. لما بترد كده انت مش هتكسب صفقه، انت هتكسب احترام. واللي لازم تفتكره دايما انك مش بتبيع حلم على ورق، انت بتشرح نظام شغال وبيتبني على ارض الواقع كل يوم. واللي فاهم المنظومه بيبيع بثقه وبيسلم العميل الامان اللي هو محتاجه. في الحلقه اللي جايه هنرجع لمهاره اساسيه في يومك كوسيط، وهي فن المتابعه. بعد الجوله العميل قال لك هفكر، طب ترجعه ازاي وازاي تخليه يرجع لك بايده؟ تابع السلسله، لانك مش بس وسيط، انت المايسترو اللي بيركب كل نغمه في الصفقه.